الشغل ولا كلمه، والله كده ما حد هيقفشني خالص يا دكتور. والله العظيم المفروض ولاد عم حسين دول يدعموا. ابوهم هيتعرض في المتحف، هيدفع فيه تيكت عشان يتقرا عليه الفاتحه. المفروض يعني يعملوا لنا تمثال. ده زي التمثال اللي عملناه لابوهم؟ ولا حد هيقفش حاجه يا دكتور خالص. انا حاسس ان احنا بقينا احسن من قبل كده اصلا. يا نهار اسود. ايه عم حسين صحي ولا ايه؟ يا ريت. امال في ايه؟ عم حسين طلع مركب شريحه، والفراعنه ما كانش عندهم شرايح. ايوه صح، ما كانش في موبايلات زمان. موبايلات ايه يا بني ادم؟ طلع مركب شريحه بلاتين في رجله. انت مين اللي اكد لك الكلام ده؟ الاشاعه. يعني مش حقيقه؟ ليه بتقول كده يا دكتور؟ الاشاعه هي اللي مأكده لي. يا نهار اسود، هنعمل ايه دلوقتي؟ شريحه؟ طب ما نشيلها. نشيلها ايه؟ ده احنا بقالنا 600 ساعه بنقفل فيه، لسه هنرمم من اول وجديد، وهم هيسيبوا لنا 3 ايام تاني في المعمل لوحدنا. يا رب. خلاص يا عربي، خلاص. هيأ نفسك ان احنا هنقضي اللي باقي من عمرنا في السجن. لا يا دكتور، انت اللي هتقضي اللي باقي من عمرك في السجن. انا سجلت لك على تليفوني وانت بتعترف على نفسك انك انت اللي دمرت الموميا. وانا كنت عارف ان انت هتعمل الحركه الواطيه دي، فصورتك وانت بترمم جثه عم حسين. ننسى كل اللي فات ونرجع جملتين. كنا بنقول ايه حضرتك؟ هيأ نفسك ان احنا هنقضي اللي باقي من عمرنا في السجن. الخطأ البشري وارد، حتى لو خطأك انا في كتفك. ربنا طلعنا منها على خير. بس لو طلعنا منها على خير مش عايز اشوف خلقتك تاني. حقك. انا عديت على دكتور رؤوف في مكتبه وبيشكر فيكم قوي، وبيقول بقالكم 3 ايام ما طلعتوش من معمل الاشعه. خير؟ عيانين ولا ايه؟ معايا تعملوا بلاوي الدنيا والاخره وتيجوا هنا تتألقوا وتبقوا نجوم؟ الموضوع مش زي ما حضرتك فاهم يا دكتور. ما اخبيش عليكم يا اولاد، انا عارف انكم تعبتوا في القضيه دي وانا ما كنتش معاكم فيها، بس هيفرق معايا كتير قوي لو اسمي اتكتب على القضيه دي. انا مش فاهم، حضرتك تقصد ان احنا نشيل اسامينا من على القضيه ونكتب اسم حضرتك؟ انا يعني مش قصدي اخد مجهودكم بس حصل. لا ما حصلش. حصل؟ ما حصلش وانت فاهم يا عربي. لا حصل. مش هنبخل بنقطة عرق واحدة على الدكتور ده، احنا لحم كتافنا من خيره يا دكتور طبعا. يعني انت تؤمر طبعا يا دكتور عصام. لا معلش يا دكتور عصام، خليها القضيه الجايه. لا مش هيبقى فيه جاية، لو اديناها له احتمال يبقى فيه جاية يا دكتور. لا بلاش بلاش يا دكتور. يعني ايه بلاش يا حمدي؟ يعني انا اشيل كل بلاويك ولما يجي من وراك خير عايز تطمع فيه لوحدك؟ ده بدل ما تقول اتفضل يا دكتور اتفضل انت استاذنا. على فكره القضيه دي هتوديني في حته تانية خالص. دي هتوديك في حته تاسعه. افرح له افرح له، ربنا يكملها الدكتور عصام على خير. يعني انا تمام، احنا طبعا تحت امر حضرتك. شوف انت قضيته. اول مره اعرف ان عربي اجدع وارجل منك. انت تستاهل اكتر من كده بكتير يا دكتور طبعا. يعني احنا كنا سبب كبير في تاخير ترقيه الدكتور عصام، فجه الوقت اللي نبقى سبب في ترقيته. انا هقنع دكتور حمدي واعتبر الموضوع خلصان. ما بلاش. انا عادي على دكتور رؤوف في مكتبه واقول له ان القضيه دي تخصني وان دوركم فيها كان مجرد دور ثانوي. يعني ثانوي؟ احنا مالناش دور اصلا. مش حضرتك دي الورقه اللي مكتوب عليها اسمنا؟ اهي. انا اسف يا دكتور. ما بلاش. احنا ملناش وجود، ما تعبناش اصلا، وكل التعب والمجهود الجبار اللي عملناه هيتنسب لحضرتك حالا. وادي هي الورقه اللي حضرتك بقى هتكتب فيها اسمك عشان تبقى القضيه دي بتاعت حضرتك. اتفضل اكتب اسمك، قضيتك يا دكتور. مش مصدق يا عربي والله، مش قادر اصدق. ما بلاش. ما بلاش؟ انت اللي طالع عليك بلاش بلاش. ايه يا حمدي؟ رباعي. خليه رباعي عشان يبقى بطوله مطلقه. يعني رباعي. عربي. رباعي يا دكتور. ما بلاش. بتاعته طبعا. ربنا يديك خيرها. اصيل عربي اصيل. معادن الرجال بتبان وقت الشده. للاسف انت طلعت فالص يا حمدي. تمام، بس خليك فاكر يا دكتور عصام ان انا قلت لك بلاش. بالمناسبه يعني طبعا البني عليك تحفه، بس الازرق على حضرتك هيبقى حلو. مش ازرق، احمر. احمر؟ كل الالوان على حضرتك هتبقى حلوه لان بشرتك فيها حاجه. اتفضل. انا في مكتب دكتور رؤوف. الراجل ده يستاهل كل اللي بيجراله. يبقى النصيبه جايه لك وتقسم لغيرك. الحمد لله. انت هتروح من ربنا فين؟ هات المنوم، هات. اعمل حسابي.
مش عايز؟ والله ما بستخدمه. بقول لك ايه، فرجت من عند ربك اهي. بالمناسبه الحلوه دي بقى هقول لك النكته. بيقول لك مره مدرب سباحه اتجوز مدربه جمباز. مش عايز اسمع نكت. يا دكتور عايز اكملها يا دكتور. دكتور حد يعرف عدد سكان اندونيسيا كام؟ 50,000. 50,000 ايه ده؟ العاشر من رمضان فيها اكتر من كده. 100 مليون؟ 275 مليون. عارفين ده معناه ايه؟ معنى كده ان حملات تنظيم الاسره مش جايبه نتيجه. معناه ان قريب قوي اندونيسيا هتبقى قوة عظمى. انا اول مره اسمع الكلام ده. ما دي معلومة مش ناس كتير تعرفها. قريب قوي هيعتمدوا اللغة الإندونيسية كلغة تانية في المدارس، وبناء عليه اللي ما بيتكلمش اندونيسي مش هيبقى ليه مكان في سوق العمل، وده هينعكس طبعا علينا هنا في المصلحة. يعني في كل مش هيعرف اللغة الإندونيسية هيترمي في الشارع، مش هيبقى ليه مكان في الشغل هنا. بس انتوا علشان اخواتي انا لقيت لكم كورس اندونيسي بسعر هايل. هو مين ده اللي ملوش مكان في المصلحه يا دكتور؟ انت بتعمل ايه؟ بالراحه بس. الدكتور حمدي بيحاول يدي الناس دي كرسي اندونيسي بدون مبرر. هو اصلا نص الناس اللي في المصلحه بيتهتوا في العربي، فهو غالبا مكتم على حاجه اسمها. اسكت يا عربي. بعد اذنك يا دكتور على جنب بس. احنا اكيد بقى مش هندفع فلوس في العبط ده يعني مش بنقبض ونتعب وبتاع ونروح نتعلم اندونيسي وبتاع. انت بتشتغل سيلز في المصلحه؟ لا انا بحاول افيد زمايلي. بتفيدهم في ايه؟ انت بتبيع سلع معمره. انت بتبيع لهم كورسات اندونيسي. اندونيسيا هتغزو العالم يا دكتور، بلاش نغلط غلطات جدودنا. زمان قالوا لنا ان الصين هتبقى قوة عظمى بس احنا ما صدقناش. في ناس بقى صدقت واتعلمت صيني، دول راحوا الصين بقى وجابوا فوانيس رمضان وبومب وبقوا مليونيرات دلوقتي. وانت عايزني ابيع بومب؟ فوانيس رمضان بتكسب اكتر بكتير. بس احنا مش في الصين، احنا في اندونيسيا دلوقتي. اندونيسيا جايه يا دكتور، يلا نستغل الفرصه ونتعلم اندونيسي. يلا يلا يا دكتور. غاليه. هعمل لك 50% خصم بس سيبنا فيد زمايلي. انا عندي مصاريف كتير واقساط. ليك ببلاش، هعدي اخدك بعربيتي واوصلك. الساده الاطباء، انا باكد على كلام دكتور حمدي. الاندونيسي هو المستقبل. كودانيل كودانيل كالا جنكينج كالا جنكينج كالا جنكينج كالا جنكينج. لو سمحت أنت الخطأ. كالا جنكينج كالا جنتينج. كالا جنكينج. حضرتك انا بقولها صح في الجماعي، ممكن بس تخليهم يقولوها معايا؟ قولوا معايا. كالا جنكينج كالا جنكينج. أنجينج أنجينج أنجينج. الجن. لو سمحت أنجينج. الجن. اللهم احفظنا. لا ما فيش آل. أنجينج انجن. أنجينج الجن. أنجينج. يا حمدي انا كده همشي، ده بيصغرني في وسط الدكاتره. لا لا خلاص يا دكتور. مستر صديق بلاش دكتور عصام معلش، ممكن نخش على الارقام. دكتور هو صحيح زي ما هو كاتب كده ممكن اتعلم الاندونيسي في 3 ايام؟ ده لو انت اندونيسي، انما بالنسبه لنا احنا ما اعرفش قد ايه بالظبط. انت ايه اللي جابك اصلا؟ اطلبوا العلم ولا في الصين؟ تخيل بقى الكورس في الدقي. Satu.